السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. 5 نصائح مهمه جدا لبرج الجوزاء لازم يعملها مع بدايه 2023 ولازم يركز فيها علشان فعلا هتغير حياته 180 درجه. موضوع بسيط جدا، ادينا بنتعلم من السنه اللي قبلها. ركز معايا يا جوزاء والموضوع سهل جدا. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. يلا. انت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت مهتم بيه. 5 نصائح مهمه جدا هتغير حياتك فعلا. اتعلمنا من السنين اللي فاتت، يا ريت تركز فيهم، تركز في 2 صدقني هيفرقوا في حياتك جدا. السنه دي هتبقى كويسه جدا جدا لو ركزت فيهم. اول حاجه معايا ولازم تحطها حلقه في ودنك، احسبها صح. احسب اي حاجه دايما هتخش فيها في 2023 صح يا جوزاء، الولد والبنت. ما تتسرعش وما تديش تفكيرك الاهتمام الكبير قوي 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 للحاجه دي. اليومين الثلاثه للحاجه دي مش مستاهله، مش هتفيدك، انت اللي هتخسر في الاخر وهتوجع دماغك لانك بتفكر وذكي جدا جدا. احسبها صح وخلاص. عايز تاخد رأي حد يبقى حد واحد بس، مع انك ما بتملش لأي حد، ولكن زي ما قلنا احسب اي حاجة هتخشها صح. جواز، حب، ارتباط. احسب الوقت، احسب العواقب اللي هتنتج من الحاجة ديت. احسب كل حاجة صح وما تطولش، ما تزودش عشان عقلك ما يقفش. تاني حاجة لازم تتعلمها او لازم تعرفها، دايما دايما ما تديش لنفسك الواقعية الكبيرة قوي. بلاش تدي لنفسك وتسرح في حتة ان انا لازم ابقى واقعي ولازم لا. هو الواقعية حلوة بس انا لازم يجيلي وقت وابتدي ان انا افكر بقلبي. طب انا بفكر بقلبي بس لازم اخد حتى جزء بسيط، مش هقول لك رأي قلبي، جزء بسيط من اللي انا بفكر فيه في قلبي. لازم مشاعري تتدخل، لازم مشاعري تتدخل، مش كل حاجة بتبقى واقعية. انا عارف ان انت برج هوائي فبتفكر بعقلك كويس جدا وبتعرف كمان تقول كلام كتير جدا عن الموضوع ده وتدي رأيك للكلام بكلامك الكبير جدا في الحوار دوت، وتعرف تطلع نفسك وتعرف كمان تدخل نفسك في موضوع انت مالكش دعوة بيه. حاجات كتير جدا انت تقدر تعملها، بس يا ريت يا ريت يا ريت يا جوزاء ما تبقاش واقعي في الحاجة ديت او ما تتعمقش، ما بيبقاش ليها لازمة. وفي الاخر احنا اللي بنجيب لنفسنا وجع الدماغ. الحاجة اللي بعد كده عايزك تتجرأ شوية، خليك جريء، خش وجمد قلبك وافتح صدرك وما يهمكش من اي حد. ما تعملش حساب اي حد، ما تعملش حساب ان دوت ممكن في لحظة يزعل مني، يتضايق مني. بتعمل حساب لناس ملهاش اي قيمة، وطبعا مع احترامي لكل الناس اللي في حياتك، ولكن جمد قلبك، مش هيحصل حاجة يعني. قول يا عم مالكش دعوة ده يزعل ولا ده ما يزعلش. جمد قلبك في شغلك، خش وتعامل ودوس وما تخافش، ما تخافش من اي حاجة. كلنا مرينا بالظروف دي في السنة اللي فاتت، كل الأبراج طبعا. جمد قلبك. الحاجة اللي بعد كده عايزك تشكر صانع الخيرات، تشكر ربنا دايما ايا كانت ديانتك ايه، دايما اشكره علشان يبتدي ان هو يديك. دايما حط ربنا في بالك علشان خاطر يديك كتير. لازم تحط ربنا في بالك في يومك، في اوقات حياتك عامة، ايا كان ديانتك، ايا كان انت مين. فيا ريت يا ريت دي تبقى من ضمن اولوياتك في 2023 عشان السنة تبقى سنة للخير. ربنا يديك خير كتير، ربنا يرزقك في الشغلانة دي، ربنا يرزقك في حاجات كتير جدا جدا. انت هتتبسط، انت هتشكر، انت الموضوع بالنسبة لك هيبقى حلو جدا. فيا ريت تركز، الموضوع سهل وبسيط جدا، ونصائح يعني سهلة ان احنا نعملها ونركز فيها، بس نحطها في دماغنا السنة دي. النقطة الأخيرة واللي بعد كده، لا تفكر في الأشياء التافهة. فكرش في الحاجة التافهة اللي ملهاش أي قيمة، اللي هتعطلك. ما تشغلش بالك، ما تبقاش فضولي، ما ترميش فضولك في الحاجة دي يا عم. طنش، مش علشان رمالك كلمة تاكل في نفسك، يا ترد عليه على طول يا ما تاكلش في نفسك. ما تتعصبش، ما تزعلش، ما تحطش تفكيرك في الحاجات التافهة ديت. لا، عدي التفاهات، طنش، اقلب ورا ظهرك، مش هتفرق. الدنيا سهلة جدا جدا جدا. ويا ريت تركز بس في نفسك، مالكش دعوة بفلان،
كلنا بنتأثر، كلنا بنزعل على زعل الناس، وكلنا، بس محدش هيشيل هم الحاجة غير الشخص ذات نفسه. فبلاش تدخل نفسك في متاهات كتير، والحاجات التافهة اللي هتقابلك في 2023 تركز انك ما تحطش نفسك فيها، وكمان تركز انك تطور من نفسك وتستمر في اللي انت فيه. ما تفكرش في الماضي، ما تفكرش في تفاهات الماضي، ما تفكرش في تفاهات الحاضر، ما تفكرش في تفاهات المستقبل، لان كل ده ولا ليه قيمة قصاد انك تبقى فرحان ومبسوط وعلى وضعك، وربنا كرمك ويعطيك من خيراته ومن وسع كمان. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله نحاول ان احنا نفرح برج الجوزاء دايما. دوس لايك للفيديو لو كنت لسه بتتفرج لغايه دلوقتي، كومنت عرفني لنفسك، قول لي انا جوزاء من برج او من برج تاني غير الجوزاء ومن البلد الفلانيه علشان خاطر اتعرف عليك. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. سلام عليكم.